صباح الخير، شلونكم عيني؟ اليوم فيديو جديد. اليوم السبت 29 شهر 6. طبعا للأسف دائما أشوف بالتعليقات هواية يكتبون زرعاتنا احترقت وماتت من الحر. مو هيجي. أنا هاي زرعاتي تشوفوها، يعني الحمد لله. هاي العطرة وهاي الكاريزية وهذا نبات الثلج وهذا الأمازون والراسقي هذا الفل. واحنا اليوم 29 شهر 6. وهذا زهرة الروبيان، سبحان الله تشبه الروبيان. وهذا نبات البخور، قرن الغزال، الياس العراقي، نبات الفيكس. بس الياسمين الأزرق وقف تزهير وشوية، يعني من قلمته لأنه هواية كان، فبين هنا اكو مكان يابس، بس هو بالأساس مو يابس، يعني هذا أخضر. وهاي البابايا والحمد لله والشكر. طبعا عادة يوميا الساعة 6 الصبح أقعد أسقي زرعاتي. أول شيء أنظف شكو أوراق متساقطة من هالأمور هاي، وأبلش بالسقي، يعني أسقي بغزارة. تمام. شوف هذا العصفور خطية سابح وبعد ما يقدر يطير. المهم بعد أن يعني أسقيهن، قلنا الساعة 6 الصبح، أرجع الساعة 10 أرشهن. طبعا هسه قبل شوية رشيت وهاي النافورة، هاي الفرارة هم دا توزع. هاي كل ساعة أخليها على مكان. أنا عندي مرشات، بس هاي حتى أضمن توزيع المي بكل مكان. شوفوا الخضار، دا تلاحظون شلون حديقتي خضرة ومرتوية. والله ما خسرت أي نبتة عدا النبتات الموسمية الشتوية اللي هن لازم ينتهن بالصيف. زرعاتي وهذا الثيل أخضر والحمد لله. مع العلم هو أردى نوعية، هذا الثيل ثيل أمريكي، هذا عمره 25 سنة، بس أتعاجز أغيره. المهم يا أخوان، قصدي اسقوا الصبح بال10 النوب، ارجعوا رشوهن، رشوا زرعاتكم الثيل سنادين. بالثنتين الظهر إذا بيكم حيل هم رشوهن. العصر كذلك، بالليل. حتى هالشهرين هاي تعدي على خير وسلامة. أنا وعدتكم إنه يوميا بين يوم ويوم راح أبقى أنزل فيديوهات، لأنه أكو هواية ناس راهنوا وقالوا زرعاتك بالصيف راح يموتن، وخصوصا الظليات. وهاي هسه تشوفون هذا العنكبوت، هذا ابن الفيل، هذا القفص الصدري، وهذا الطير مالتي. وهاي اليوغا كلهن عايشات ومستقرات والحمد لله. وهذا الأمازون شلون جمال، تلاحظون عيوني. طبعا للأسف اكو ناس يعني ما يسقون زرعاتهم إلا بين يوم ويوم، ويجي يسقين المغرب، ثاني يوم يلقاها يابسة الصبح، الظهر انقلبت جهنم. لمديده شوي يحفر بالقاع يلقاها نار. زين هذا شنو الزرع؟ شو يصير خطية؟ يعني هاي الجذور شو تصير؟ تستوي، تهلك، مو؟ أنا على مودكم والله. اسمعوا كلامي، سواء اللي عنده حديقة خلي يبلش نفس طريقتي، واللي عنده سنادين. أنا سنادين سبق وين قلت لكم، واليوم وباكر أرجع أقول لكم اللي بالطرمة أسقيهن يوميا مرة، وإذا الجو كلش حار باليوم مرتين. طبعا بعد ما أسقيهن مرة الظهر هم أرشن شوية، المغرب نفس
ما اتعامل ويا زرعاتي اللي خالين بالحديقة. تمام. اللي ما عنده حديقة وحاب يزرع بالطرمة بالجراج بالبلكونة خلي يزرع هذا نبات السباركس او السبرجس. هذني يمكن اشتريتهن قبل 3 أسابيع وهاي عمرها 20 سنة. كف الوزة زارعة يمكن عمره 2 سنين. هسه بدا شوية يتضرر بالحر، بس إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى خلانا طيبين على شهر العاشر يرجع يخضر، ولو هسه بعده بي شوفه مو حلو. الحمد لله والشكر. هاي المكحلة كانت هنا ورد البتونيا نقلت انتهت لأن موسمية شتوية، خليت بمكانها المكحلة. الأمازون على الصبح سقيتها غرقتها السندانة تغريق والله. هاي باليوم مرة واجي المغرب شوية هيك أرشها، وإذا الجو كلش حار طبعا باليوم مرتين أسقيها إذا الجو كلش حار. شوفوا هاي اليوقة ما شاء الله اسطولاتها 2.5 متر صاعدة. هاي أماية وخلفت لي هواية يوقات. طبعا اليوم قصيت نبات السياج. بسم الله. اليوم حملة عندي من الصبح. هذا نبات السياج شوفوا منظره حلو. قصيته وقصيت الثيل. نشوف هاي الفراشة شيطانة ما تخليني اشوفها. المهم هذا نبات السياج قصيته وقصيت الثيل. ونظفت الشارع طبعا كالعادة والحمد لله والشكر. طبعا مع الأسف البارحة باع بالتعليقات هواي كاتبين ما يصير تتعدى وهذا رصيف ومال مشاة ومن هالكلام. شوفوا اخوان احنا هذا شارعنا 4 بيوت فقط. شوفوا عيني هذني ومنا ماكو بيوت وهذا الشارع مسدود وهاي السيارات كلها على الرصيف، يعني ماكو احد. ف يعني شقد دا اتعب واحاول اعلم الناس ودا ازرع وهالاشجار واهديت كل بيت اهديت له شجره حتى تتلطف الاجواء. وبالتالي يجيني واحد كل شيء ما مقدم لهذا البلد واحد او وحده يكتبوا لي عيب وما يصير وحرام ومن هالكلام. ايش قدمتوا انتم يا اخوان؟ هذا بلدنا يا اخوان والله ما يصير. يعني انا بهالعمر عمري 65 سنة يوميا اطلع والله هذا الشارع كله انظفه من هالركن للاخير هيك زين وظهري مكسور، وانت كل شيء ما مقدم لهذا البلد تجي تنتقدني. والله ما اعرف شلون دي يحجوها ما اعرف. على العموم الله يسامحهم. يلا قلبناها دراما اليوم. يا رب ان شاء الله استمتعتوا بهاي الاجواء الحلوه ودا تستفادون ان شاء الله من هاي المعلومات اللي دا اقدمها لكم. وطبعا دائما انا عندي اقول يا ربي ارزق كل محبي النباتات اجمل حدائق. ماشي. اخوكم ابو مشتاق قالب العزاوي. تحياتي.